بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام. طبعا حتى لا يطول عليكم الفيديو ويصير ملل، هاي عندي باكة مال غنم، يعني راس الخروف والرجلين، وضفت عليهم لسان عجل. نظفتهم تنظيف كل الزين، وخليتهم بالجدر، وخليت عليهم البهارات اللي استعملها هي الباكة أو اللحوم عامة، كاري وكركم وفلفل أسود، ما حطيت لها غير شي، وبصلاية متوسطة. هذا المخ مال راس الغنم طلعته حتى لين مرد، بعدين قريب ما أريد أطفيها أخليه. نوم بصرة، وهاي فلفل حار خليت، يصير طعمها كلش طيب. بصلاية متوسطة قطعتها قطع كبار حتى تطلع ريحتها، وراح أخليها تقريبا نص ساعة أو 3/4 الساعة على هالحطة بدون لا مي ولا زيت، ونار ناصية، وأغطيها إلى أن يطلع الدهن مالتها وأسمع صوت الحمس. هاي هنا ضفت لها هذا الثوم، راس ثوم كامل، ينطيها طعم كلش طيب للتشريب الباكة. غسلته، نظفته تنظيف كل زين، وغسلته وضفته على الجدر. راح أغطيها، وورا تقريبا 3/4 الساعة يلا أنزل عليها المي الحار، ما أخلي لها مي بارد، مي فاير وأخلي عليها. هاي ورا ما استوت، طبعا أخذت وقت من عندي تقريبا 2.5 أو 3 ساعات. هاي استوت وطعمها كلش طيب، ما أحكي لكم على الطعم، ونهائيا ما بيها ريحة زفر، طعمها حيل حيل طيب، تشريبتها كلش طيبة. طبعا ما لحقت أصورها يعني قبل لا أصب الأكل، يعني ما صورتها وهي بالجدر، العفو. هاي وعلينا وعليكم بألف عافية، وسهمكم العافية إن شاء الله. نقدمها ويا الطماطة، النارنج والبصل الأخضر، واللي يحب ليمون. هاي خبز، وخليت عليه التشريب مالت الباكر، وبعدين حطيت اللحم.